صباح الخير. اليوم جايب لكم معلومة جدا مهمة وبسيطة، يلا تعالوا نتعلم. اليوم جايب لكم نصيحة جدا مهمة واغلب الممرضين يسووها واغلب الناس تسويها. اذا عندكم مريض بالبيت او اذا انت رحت ويا مرافق للمريض للمستشفى، اكو حركة لا تسويها دائما، و80% الى 90% من الممرضين يسوون هاي الحركة، وهي هاي الحركة خطأ، اللي هي يجيبون ابرة ويجيب ويزرف بالمغذي. يجرب بالمغذي ليش؟ حتى انه والله البطل ما ينطعج او انه حتى الهواء يطلع. يا اخي ما عليك، يا اخي هو المغذي مصمم والشركه مو غشمه، يقدرون يسوون فتحه للهواء لو يريدون. فانت دائما هاي الحركه لا تسويها، خصوصا بالمستشفيات، لان تدخل بكتيريا للمغذي. فانت سوي الاجراء الصحيح، ويا اخي ما يحتاج تسوي هاي الحركه، لان المغذي اول وتالي راح يخلص بالطريقه الصحيحه. كذلك الشركه من سووا هنا فتحتين مو غشمه، سووا فتحتين حتى الممرض ينطي العلاج بالمغذي. انت اذا تريد تنطي علاج لا تنطي من فوق، خطأ الممرض ينطي العلاج من فوق ويجيب ويزرف، او اذا يريد يسحب من المغذي. الشركه مو غش ما سووا هاي الفتحتين، ولا اعتباطا من سووا هاي الفتحتين. يقدر الممرض من هاي الفتحه راح يقدر يسحب او ينطي العلاج. فانت بلغ الممرض اللي اذا عندك مريض واجى ممرض ينطيك مغذي او ينطيك علاج، بلغه بهاي الطريقه وامنعه انه ينطيك العلاج منه. النصيحة الثانية أو الخطأ الثاني اللي دائما يستخدموه الممرضين، اللي هو من يخلص العلاج، خلصنا العلاج وسديت المغذي، ايش راح يصير؟ وخلصت العلاج اليوم، فثاني يوم أو بعد 8 ساعات عندي أيضا بطل ثاني، مغذي ثاني. فمن أجي أريد أركب العلاج وأشد المغذي، أشده بالكانولة، الكانولة راح ألقاها مأوتة. فالممرض هنا ايش راح يسوي؟ راح يقول لك سهلة، هسه أنا أفتح لك إياه. راح يجي يشد المغذي ويفتح العلاج ويطعج الصوندة، يطعج الصوندة حتى يفتح لك الكانولة لأنه مأوتة. أو ايش راح يسوي طريقة ثانية؟ راح يجيب نورمال سلاين ويدفع لك بالكانولة، يدفع لك قوي، وبالبداية راح تحس بألم، بعدين راح تحس الدم انفتح ومشى. وهذا الشيء أكبر غلط. لازم شنو الشيء الصح؟ لازم شو يسوي؟ لأن هاي طامة كبرى، لأن هنا أكو دم متخثر. الدم بعد 5 دقائق إلى 6 دقائق راح يتخثر وتصير كتل بالدم، فما يصير ندفعها بالشريان أو بالوريد، خصوصا للناس أعمارهم كبيرة، راح يسبب جلطات لأن هو عمره الشريان مسدود أو هو كبير بالعمر. فهذا الشيء غلط. فالشيء الصحيح نجيب سرنجة فارغة ونربطها بالكانولة، نربط السرنجة بهاي الطريقة، نشدها وأبدي أسحب. ايش راح أسحب؟ راح أسحب الدم، أسحب الدم المتكتل، أسحبه إلى 1 سيسي أو 2 سيسي، راح يطلع لي دم صافي. راح تنسحب الكتلة أو الدم المتخثر وراح ينسحب الدم الصافي. إحنا راح أأمن إنه انفتحت الكانولة، بعدها راح أربط العلاج وأربط المغذي. وهاي الحالة تصير عندنا للناس اللي عندهم كانولة وبعد عنده علاج وما يريد يشيل الكانولة، لأنه يقول لك باكر أيضا عندي علاج. فبهاي الحالة راح تنسد الكانولة وراح يجي الممرض يسوي طريقة جدا خاطئة، اللي هي يدفع لك نورمال سلاين أو يفتح لك الكانولة بالضغط، وراح يدخل الخثرة الدموية جوا وراح يصير عندك حرقة، وهذا الشيء أكبر غلط. فلازم إحنا هاي الخثرة الدموية نسحبها بالسرنجة وندبها، وبعدها ومن ثم ننطي العلاج المطلوب. وإن شاء الله صحة وسلامة يا رب، وما عندكم غير العافية.